توبني يا رب، توبني يا رب فأتوب. انا تعبت من الخطية، انا تعبت، الشيطان تعبني، والكنيسة وحشتني مش قادر ادخل الكنيسة، اب اعترافه وحشني مش قادر اشوفه، الجسد والدم وحشني مش قادر اكله، كل يوم اكل خرنوب، بس انا تعبت. شمشون قال لربنا اخر جملة، اخر كلمتين قالهم شمشون لربنا، قال له كده بالنص: يا رب شددني هذه المرة، شددني هذه المرة. ياما خدنا قرارات توبة وما قدرناش، عايزين يبقى في صرخة زي كده: توبني يا رب فأتوب. انا عشمان فيك يا رب، انا بكلمك بعشم، انا بكلمك بثقة، عارف انك تقدر تتوبني، عارف انك تقدر. وشطارة الانسان اللي اتكلم ده قال حتة عبارة غريبة قوي: توبني فأتوب لانك انت الرب الهي. يعني بيفكر ربنا بيه، بيقول يا رب ده انت ابويا، ما ينفعش انك انت تموت عشاني وانا اهلك، ما ينفعش، مش انت ابويا، مش انا صنعت يديك، مش انا ابنك، لا. بيفكر ربنا بصلة القرابة عشان يجذب ربنا اليه. يا رب توبني فأتوب، ده انت الرب الهي، ده انت حتى الرب الهي. يعني ما يبقاش كلام ده، يعني عشان خاطر دمك ومحبتك ما تسيبنيش. حد تعب قوي من الخطية، حد الشيطان كان قاسي عليه لدرجة خلاه أدمن البعد، أدمن الخطية، لكن مش قادر ينسى انه عايز يرجع، مش قادر ينسى انه تعبان. يا رب كفاية كده، يا رب كفاية كده، يا رب كفاية كده. أنا تعبت، أنا مكسوف، أنا خجلان من نفسي، مش قادر أرفع راسي قدامك، بنام وأنا مرعوب، خايف أحسن أموت خاطي. توبني يا رب، كفاية، توبني، ده أنت حتى الرب إلهي، أنا مش غريب عليك، ده أنا ابنك، أنت مت عشاني، عايز استفاد بموتك ده، أنا عايز استفاد. التوبة اللي تتناسب مع ده، مع هذه الصرخة، أقول لكم 6 نقط. أول نقطة: توبة الوقت. ما ينفعش حد فيكم يروح وما جابلش باعترافه، او اي كاهن: اوعى تروح الليله دي غير لما تفضل اللي عندك لألا تموت. وخلي بالكم العمر لن يتكرر، مش تروح هنا خاطي تقول لا يا رب رجعني شويه تاني واوعدك ابقى حلو، مفيش. العمر مره لن تتكرر، مفيش. اقوم الان واذهب الى ابي. النهارده ربنا لما لقاك خدت خطوات ياخد خطوات معاك، لما لقيت قفلت بيبان كانت بتتعبك يفتح لك بابه ويدخلك. لازم تاخد خطوه تؤكد لله انك عايزه، مش كلام، لازم يبقى فيه صدق النيه بشكل عملي. توبني فأتوب. طب انت عايز؟ عايز. طب وريني. عندما نغلق الابواب التي تتعبنا يفتح الباب الذي يريحنا. اكفل، اكد له انك عايزه مش كلام. اقوم الان واذهب الى ابني. ما حدش يروح النهارده غير لما تخلص اللي عندك. قابل اي حد من الاباء قول له عايز افضي التعب اللي عندي، حطهولي على دم المسيح. انا عايز انتقل من قرى بعيده من اكل، تعبت معدتي وجعتني من اكل الخرنوب، كفايه معدتي تعبتني والخرنوب مش مكفي ومش شبعان. من ساعه ما سبت الكنيسه وانا جعان كتير. يا ابونا حللني، انا خاطي. اقوم الان واسال. الان ساعه نستيقظ من النوم، الان ساعه نستيقظ من النوم. اقوم واذهب الى ابي. الله الان. شوف خلي بالكم عنصر التوقيت في التوبه مهم. اقوم الان واذهب الى ابي. الله الان يامر جميع الناس ان يتوبوا متغاضيا عن زمن الخطيه وزمن خلي بالكم ربنا هيسامحك على كل الخطايا اللي عملتها، على الكميه والنوعيه، شرور قبيحه هيسامحك. طريقه السقوط في الخطيه بشوق واجتهاد ارتكبت هيسامحك. والاظرف والاجمل هيلتمس لك عذر. تخيلوا عندما يقدم الخاطي توبه الله يعتبر جميع خطاياه بجهل قد فعل مهما كان علمه. اول ما تتوب يقول لك كل اخطائك دي انت ما كانش قصدك. وحدة الزمن مهمة. الله الان. تعال بقى انت محتاج ايه؟ خلي بالكم احنا عايشين في شاذ القاعدة بتاع الحياة مع الله. القاعدة تقول ايه؟ اذكر خالقك
كلنا اتضحك علينا، احنا عايشين شاذ القاعدة، محدش فيهم شباب قدر يعيش مع ربنا. احنا بالظبط واخدين دور تاني، يعني احنا نحيا في اخر فرصة. يلا يا ناصح انت كبرت، يلا يا ناصح، يلا كفاية كده. اقوم الان واسهب. كويس انك عايش. من سنك ده مات حوالي 7-8 مليون. انت ربنا خلاك عشان عايزك ما تخشش جهنم. القصد من وجودك للآن عشان ترث الحياة الأبدية، مش تدور في الخطية. القصد من أن الله أبقاك للآن عشان السماء، لأنه لا يشاء موت الخاطئ. خلي بالكم ربنا مش ظالم، كل إنسان بياخد فرصته كاملة. اوعى لا تغتنم فرصتك. شوفوا الاضرار بتاع الناس اللي بيستمر، اللي بيطول في الخطيه. واحد الباب يتقفل، كنت فين؟ واخيرا جاءت بقيه. اخيرا كنت فين؟ اولا كنت فين؟ هتاخر الباب هيتقفل. كل ما تاخر بتضعف والخطيه بتقوى عليك. ادي 2. 3 الخطيه بتاخد دور انها لها احقيه. تيجي تقول خطيه، مش يقول لك احنا بقالنا 20 سنه تمشيه ازاي؟ ده في قانون مدني بيقول كده، او قانون وضعي بيقول كده، المده الطويله المكسبه للملكيه. الخطيه لما تعيش معاك كتير ما تقدرش تمشيها، ما تقدرش تقول لك انت ملكي. خلي بالكم طول المده في الخطيه بيضعف جهاز المناعه اللي فيك، ما يعرفش يدافع عنك. طول المده بيموت جهاز المناعه اللي فيك. شمشون لما راح عند دليلة كان قوي، تقول الفلسطينيين عليك يقوم يقطع الدنيا. مع طول الوقت تعب، ضعف، مات. يلا ارجع. 1 توبة سريعة. 2 توبة حاسمة. خد قرار واوعى تكسره وترجع فيه. خد قرار النهارده. فاكرين السامرية؟ توبة حاسمة. الجرة اللي كانت بتفكرها بالخطية ارمي. البير مش هروح. الراجل اللي في البيت مش هرجع. تركت كل ما يذكرها بالألم، بالخطية، بالتعب، بالضعف. مشكلتنا بنتوب ونحتفظ بالجرة، نتوب ونحتفظ ببعض أدوات السقوط فبنرجع. نحن لسنا أمناء أمانة كاملة تؤهلنا أن نسلك مع الله في سلام. توبة حاسمة. لما تبقى أمين في توبتك الله يبقى أمين معاك. لكن تايب وقاعد جنب بئر يعقوب مش هينفع. تايب والخطية قدامك على طول مش هينفع. خد خطوة. يقولوا الناس اللي عندهم تعب نفسي أو بعض الجنون بيدخلوهم في مكان معين يعالجوهم. زمان كان في الحتة دي في العباسية معايا، فالجماعة جوه العمارة دي أو السرايا دي كلهم بيقولوا احنا صحيين، احنا حلوين. اللي بره العمارة دي كلهم مجانين، احنا كويسين. جابوا لهم أطباء نفسيين يختبروهم. فدخلوا مجموعة أطباء من معهد البحوث بيشوفوا الناس دول. انت صاحي؟ قال له كلكم مجانين وانا اللي صاحي. فقال له طب خلاص. أوضة صغيرة كده فيها حنفية، كان يفتح الحنفية ويديله مساحة، يقول له امسح المية دي. ان قاعد يمسح والحنفية شغالة يقول له انت لسه عيان. الناصح اللي كان يكفي الحنفية ويمسح شوية قليلين احنا كده. اكفي الحنفية اللي بتؤدي الى تعبك، مش كل شوية تقعد تمسح مية. توبة حاسمة. اكفي الحنفية، مصدر التعب ابعد عنه، مش كل شوية تعترف وتروح ما ينفعش. توبة حاسمة. عندما يرانا الله اننا امناء في ترك الخطية يترك نفسه بين ايدينا. عندما يرانا الله امناء في ترك الخطية يترك نفسه بين ايدينا. زي ما قال السامرية اكرزي باسمي انت امينة. حاول تتوب توبة حاسمة وتشوف بدايل. هي سبت الراجل والبير والجرة في خدة البديل المسيح. معايا؟ توبة سريعة اخلص. توبة حاسمة. 3 توبة مستمرة. مش في النهضات، مش في يونان تتناول، مش في خميس العهد، مش في صوم العذراء، لا،
توبة مستمر. المزمور الاولاني يقول ايه؟ توبة للرجل الذي لم يسلك مشهور طريق الخطاة مجلس المستهزئين، لكن في ناموس الله نهار وليل. توبة مستمر، نهار وانت قوي، ليل وانت ضعيف ما تسيبش ربنا، نهار وانت متعزي ومبسوط، ليل وانت في حلم، نهار وانت الكنيسة اطول، ليل لما الشيطان يحاربك، نهار وليل. دي نقطة. فاكرين لما كان واحد بين اسرائيل ورايحين كنعان، في النهار كان عمود غمام يضلل عليهم يوريهم السكة ويضلل ويثبت لهم انه معاهم. في اخر النهار راحوا يناموا، فيشوع قال لهم استنى تناموا تروحوا فين؟ قالوا هننام خلاص بالليل. قال لهم بصوا قدامكم كده، ايه ده؟ قالوا عمود نور. قوموا يا بني النور، اللي رايح كنعان ما ينامش، اللي رايح كنعان ما ينامش. في 3 حاجات الناس بتعملهم، ولا ينام كويس ولا ياكل ويشبع ولا يشرب ميه كويس. تخيلوا بيسموهم الجياع والعطاش الى البر. اي لقمه تنفع ما يشبعش كتير، شويه ميه كده يشرب ما يشبع. انا مره في واحده راهبه في الصعيد كانت بتعترف عندي زمان 20 سنه يمكن، فبتقول لي حليني. قلت لها ايه عملت ايه؟ قالت لما اشرب ميه بشرب واشبع. ايه رايكم؟ يعني ايه؟ قلت المفروض باللي ريجي وبس، مش المسيح كل شويه ايه يصرخ انا عطشان. معايا؟ في ناس ما تنامش 5 ساعات على بعض، كل ساعتين يظبط المنبه يقوم يصلي وينام، يظبط المنبه ساعتين، اكتر حاجه ساعتين. يقول ما اقدرش ما اكلمش ربنا 5 ساعات. توبه مستمره، توبه مستمره على طول. اللي خلى التوبه تستمر يقول كده، اول ما تلاقي نفسك مش قادر يقول كده تفكروا في اللي احتمل الالام لكي لا تخوضوا في الطريق. اول ما تيجي تحس انك مش عايز تكمل، حط قدامك صوره المصلوب بس، شوف المسيح هو بيتالم، شوف المسيح هو بيئن من كتر الالم والتعب والصليب والجوع والعطش ايه ده؟ وانا مش قادر. يعني انا مش قادر؟ ما هو عشاني اكمل كل الخلاص، عشان ما كملش توبتي ازاي؟ توبه مستمر. لما تلاقي نفسك تعبان قوي فكر في المكافاه الجميله اللي هتاخدها. تخيلوا لو انا طلعت واحد منكم اكتر واحد عجز وتعب ووقفته هنا، قلت له اجي في 10 ساعات وهدي لك $500,000، كل ما يحس بألم يفتكر $500,000 يصحصح. معايا؟ فكروا في المكافأة مش في التعب، فكروا في المكافأة مش في التعب. بولس الرسول قال كده أصر بالضيقات لما الاقي المكافأة، أفرح في الآلام، أفرح في المرض. ليه؟ في مكافأة. ففكر في مكافأتك تديك استمرارية في الحياة مع الله. 1 توبة سريعة، 2 توبة حاسمة، 3 توبة مستمرة، 4 توبة مثمرة. أول ثمار التوبة الحرية. الذي يفعل الخطية عبد، هو عبد، أنت حر. لو فتحت إنجيل معلمنا يوحنا اصحاح 10 يقول كده إن دخل بي أحد، يعني التايب اللي ماشي معايا، إن دخل بي أحد واحد يخلص. أول رد فعل، أول شيء تصطاده من علاقتك بربنا يسوع المسيح، خلاص نفسك. إن دخل بي أحد يخلص. 2 يدخل ويخرج حر. فين أبونا؟ كنت عايز أتناول. فين أبونا؟ كنت عايز أعترف. فين أبونا؟ حر. إن دخل بي أحد يخلص، يدخل ويخرج، يجد مرعى، يأكل ويشبع. دي أول حاجة في ثمار التوبة. 2 مكافأة. يوسف عمل ايه؟ لما اتعرضت عليه الخطية عمل ايه؟ كيف أفعل هذا الشر العظيم؟ ما قالش كيف أفعل هذه الخطية، لا. ليه أجعل السقطة دي؟ لا. تخيلوا عيل عنده حوالي 18 سنة غريب وعبد وقاعد مقطوع من شجرة مش لاقي حد يسأل عنه، لما تتعرض عليه الخطية يسمى الخطية دي التسمية الصعبة دي، التسمية الوعرة دي، صنف الخطية تصنيف مرعب، دي شر عظيم. محدش عنده مبرر للخطية دي شر عظيم. شوفوا يوسف الصديق، خلي بالكم يوسف الصديق في نظر المصريين كان راجس وناجس. تخيلوا كان لما يعدي كده بعد الحكايات دي والسجن، كان يعدي الناس كانوا يقولوا ايه؟ حد ياخد باله؟ اركعوا. يوسف معدي، مكافأة، حرية، مكافأة، اركعوا. كان الله ظاهر في يوسف. يا ترى الله باين فينا؟ خلي بالكم
ركزوا معايا في العباره القويه دي، كما ارسلني الاب ارسلتكم. لما ربنا ارسل يسوع المسيح احنا شفنا الله فيه، لدرجه قال لليهود انتوا مش عايزين تامنوا بيا؟ طب امنوا بالاعمال. الاعمال اللي بعملها دي حد يجرؤ يعملها؟ ده اعمال اله، فانا الله. لقد الله الاب في الابن. انا عايز اوصل للجايه دي. هل الناس بتشوف الله الابن فينا؟ كما ارسلني الاب ارسلتكم. احنا شفنا الله الاب في الابن. هل الناس ترى الابن فينا؟ عايز اوصل لدي. مش الناس شافوا ربنا في يوسف؟ هم كانوا بيركعوا ليوسف، يركعوا على الله الظاهر فيه، شافوه بصوره عمليه فيه. اركعوا. مكافأة. 4 فرح، حرية، مكافأة. 3 فرح. الانسان التايب فرحان، بيبص كده الهدوم بتاعته، ياه الحله الاولى اشكرك يا رب ده انا كنت عريان، حذاء يا اشكرك يا رب ده انا كنت حفيان، خاتم يعني انا لسه ابنك بعد اللي عملته كله ده. الشاطر ممكن الليله دي يلبس حله اولى ويلبس حذاء وخاتم ويخش يتناول. الناصح فيكم ياخد 5 حاجات. يا ترى انت هتسيب ايه؟ ايه اللي انت هتسيبه؟ سليمان الحكيم قال كل اللي انت هتسيبه ده باطل. الرسول قال نفاية، خسرت كل الاشياء واحسبها نفاية عشان المسيح. سيب كل ده وتعالى هتاخد بيت ابوك، هتاكل من جسد ابوك، خد كل هذا جسدي، هتلبس الخاتم، هتلبس الحذاء، هتلبس الحله الاولى. 5. يا ترى انت سبت ايه؟ 1 توبه سريعه، 2 حاسمه، 3 مستمره، 4 مثمره، 5 منسحقه. تبقى جاي تتوب وانت وشك في الطين، مش جاي تتشرف. يا ابونا بعد اذنك انا مش هصبح على حد ولا هسلم على حد لكن هتناول. يا ابونا بعد اذنك انا ما بحبش الصيام وهتناول. يا ابونا انا عندي قضيه في المحكمه خليها في المحكمه وهتناول. لا احنا عايزين توبه غير مشروطه. الست الخاطيه اللي كانت عايزه تتوب بيقول كده: اذ امراه في المدينه كانت خاطئه اذ علمت انه متكئ في بيت الفريسي اخذت قاروره طيب ووقفت من وراه عند رجليه باكيه. ادي مكان اللي عايز يتوب، وراه عند رجليه باكيه. لكن هتيجي وشك في وش ابونا وتاخد شروط وعايز تمضيه على اللي انت بتقوله. ده مش توبه، ده مش توبه. ليس افضل بالملام على نفسه. خاطي، انا غلطان، انا عايز اتوب، انا عايز رب. توبه منسحقه، عايز حل بس، انا عايزه يحللني بس، عايز السلام يرجع لي. انا فقدت السلام اللي انا فقدته. انا مش عايز حاجه، مش عارف انام. منسحقه، وقفت من وراه عند رجليه باكيه، فاكره كل اللي عملته وفاكره الام المسيح فمش قادره تتكلم. بدات المشاعر دي تختلط، بتطلع الدموع. طريقه توبه حقيقيه. اخر حاجه التوبه الشامله، كلك تتوب، كلك تتوب. يعني في الصيام ده تلاقي مثلا اللي بتصوم ومظلومه البطن، تلاقي العينين فتره، البج فاطر، الودان فتره، كله فوق. يا عم لا، ده ما يجيبش نتائج احنا عايزينها، ده ما يجيبش النتائج اللي احنا عايزينها. ده انا عايز السماء. توبه شامله. فاكرين اهل نينوى كله تاب. الملك يعني الفكر، يعني الاداره، يعني الراس، ده يتوب ما يفكرش. اوعى حد يروح لابونا ويقول له الفكر وجعني، الفكر تعبني. اوعى. كل فكر جواك انت تحب، اي فكره تسكن راسك انت تحبها. حد فيكم كده يجي يقول لي انا بفكر في فكره وانا مش بحبها؟ مستحيل. لا يسكن راسك سوى الفكر الذي تحبه. لا يسكن راسك سوى الفكر الذي تحبه. الفكر اللي جواك ده انت عايزه. عندما يراك الله انك امين مش عايزه يرسل لك قوه تجلعه. اوعى حد يروح يقول لابونا انا جوايا افكار وحشه مش قادر عليها. انت السبب في وجودها. عندما يراك الله امين في عدم قبول الافكار الشريره، معنى الفكر اللي انت بتفكر فيه انت عايزه، انت بتحبه.
عشان كده يقول في المرات ان فكر الانسان يعترف لك يا رب، ودوس بكل فكر لطاعة المسيح. ايوه، اي فكرة تجيك لا، لما ربنا يحس انك فعلا مش عايزها يبعت لك معونة ترفعها. الافكار اللي جواك انت عايزها، انت بتحبها. صوم العقل والفكر زي الملك ما صام. صوم الاطفال صام. اي الثعالب الصغيرة، الثعالب الصغيرة احيانا نظرة صغيرة كده توجعني في حكاية، لمسة بسيطة مش قصدي لكن توديني في حكاية. كان في مرة ملك عنده جنينة كبيرة، راح عمل عليها سور عالي يمكن 10 متر وغطاها، وكان فاتح فتحة صغيرة يدخل مية عشان يسقي. دخل ثعلب صغير كده، دخل جوه ياكل فاكهة وياكل تفاح وياكل عنب وياكل تفل، مش عارفين يطلعوه. احنا كده تدخل حكاية فكرة صغيرة كده وتدخل وتكبر وتتغذى ومش هنعرف نطلعها. الأطفال الثعالب الصغيرة المفسدة للقرون. صوم الحيوانات الخطية الوحشة، الخطية النجسة. يبقى واحد، احنا قلنا مقدمة، الراجل ده حد تعبان قوي، حد تعبان، قلنا ده محتاج توبة. واحد سريعة، 2 حاسمة، 3 مستمرة، 4 مثمرة، 5 منسحقة، 6 كاملة شاملة، 7 كل سنة وانتم طيبين.